أعزائي طلاب تالتة ثانوي الأزهر حبايبنا كل سنة. دلوقتي إحنا بقينا في خلاص أيام معدودات، باقي حوالي زي 5 أيام 6 أيام على أول امتحان في تالتة ثانوي أزهر. خلاص يا أبطال، السنة عدت بكل حاجة بجد، منها الحلو ومنها الوحش، وأكيد كل واحد بيسمعني دلوقتي أكيد عارف هو اتعلم إيه السنة دي، وفي حاجات اتعلمتها كتير. أنا جاي بس أختصر معاك الموضوع، وجاي في الفيديو ده اقول لك هتعمل الاسبوع ده بالظبط علشان ينقلك نقله تانية خالص، حتى لو انت مراكم، حتى لو انت وراك ضغوطات، حتى لو انت كنت ضايع في قبل كده. لازم تستغل الاسبوع ده، لان بجد لو استغليت الاسبوع ده صح والله والله هينقلك نقله تانية. طب يا عبد الرحمن انا كنت انسى، طب انسى، ركز معايا 3 دقايق ان شاء الله مش هكتر عليهم. هقول لك تعمل ايه بالظبط لثالثه ثانوي ازهر. بالنسبة لكم كان بيجي لي طبعًا ناس كتير مراكمة، وناس كتير حاسة بضغوطات، وناس كتير مش مركّزة الفترة اللي فاتت، ودخلنا على عيد. وقبل ما نبدأ طبعًا أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى كل الأسر الكريمة إن شاء الله. نخش في موضوعنا. هنعمل إيه يا عبد الرحمن في 6 أيام أو نعمل إيه في ال7 أيام؟ وأنا كنت أزهري فأنا فاهم يعني إيه أزهر، وفاهم يعني إيه امتحانات أزهر، وهاقول لكم برضك هتعملوا في امتحان الشفوي اللي هو القرآن، لإن كتير متوتر مع إن امتحان الشفوي القرآن ده حاجة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. هاقولها لكم في آخر الفيديو. بس نبدأ على طول. أعمل إيه يا عبد الرحمن؟ المواد الشرعية عندي والعربي كُم، والمواد الثقافية كلها كُم، لو كانت علم علوم أو علم رياضة. طيب يا عبد الرحمن هنعمل إيه برضك؟ يوميًا، يوميًا عايزك أنت هاعمل لك جدول، هاعمل لك جدول أو أنت لو عامل لنفسك جدول ما عنديش مشكلة، يا إما أنا هاعمل لك جدول أسبوعي بس تمشي عليه. يعني زي ما باقول لك، ما تقوليش أصل دي كمية كبيرة، أصل ده ضغط، أصل أنا مش هاقدر أجيب ده كله، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت قدامك أسبوع هتخش أول امتحان هيحدد حياتك. بتوتر جه وقت بقى أنا باوترك. الأسبوع ده دكاترة، مش وقت توتر ولا وقت خوف ولا وقت عصبية، لأ. عايزك تقعد مع نفسك تحسبها صح، يا تضيّع 12 سنة تعليم، يا إما تستغل الأسبوع ده. أنا والله، والله أنا كنت في مشوار وجايب لبسي، أنا حتى لسه ما غيّرتش لبسي. تمام، فإحنا نخش في الموضوع علشان أنا مش عايز أعطّلكم. هاعمل إيه يا عبد الرحمن؟ المواد الشرعية في كُم، والمواد الثقافية عندي في كُم تاني خالص. طب أنت مهتم ليه بالمواد الشرعية والعربي؟ لإن حوالي 380 درجة، 360 يعني حوالي 63% من مجموعك أصلًا يا حبيبي، أو 64% مش عارف كام، بس هي حاجة و60%. عايزك يوميًا هتحل امتحانات شرعي وعربي بجانب مراجعتك وحل امتحانات، يعني أنت already أصلًا المفروض أنت بتحل امتحانات ومخلّص منهج ومخلّص مراجعة، ده من شهر 3. طب في ناس مراكمة وفي ناس حصل لها مشاكل وفي ناس حصل لها ظروف. أنا معاكم والله. نبدأ صح بقى يا جدعان، إن أنت نستغل الفترة دي صح، نستغل ال7 أيام أو 6 أيام اللي معانا دول صح. ليلة الامتحان أنا مش عايز منك أي حاجة غير إن أنت تحل. تمام؟ الناس اللي الطلاب اللي معايا سواء كانوا بنات أو شباب ما شاء الله عليهم حالين كتير، وفي اللي حل منهم 48 امتحان مواد شرعية وحل 48 امتحان عربي زائد المواد الثقافية حلوا كتير قوي. فأنا عايزكم تركزوا معايا بالله عليكم، يوميا هتعملوا لنفسكم امتحانات المواد الشرعية. طب يا عبد الرحمن هنعمل امتحان فرع واحد في المادة كل يوم ولا هنعمل فرع قد إيه؟ لا، تعمل مثلا فقه وحديث وتفسير، تحل من هنا 3 ومن هنا 3 ومن هنا 3، كذلك العربي تحل من مثلا نحو وصرف وبلاغة، تحل من هنا 3 ومن هنا 3 ومن هنا 3، زائد مراجعتك وحلك على الامتحانات الثقافية. طب ليه بتعمل كده يا عبد الرحمن؟ عشان مش عايزك تنقص درجة واحدة في المواد الشرعية وما تنقصليش درجة واحدة في العربي. طب يا عبد الرحمن هلحق والله هتلحق. طب مش مظبط كويس حل، طب مش عامل كويس حل. انا عايزك تحل الفتره الجايه، حل الفتره الجايه مش انت تفتح كتاب وتراجع، الفتره الجايه مش اللي انت تفتح لي فيديوهات وتشوفها. مفيش وقت يا دكاتره، مش وقت. احنا خلاص في اهم 6 ايام او اهم 7 ايام. ركز معايا بالله عليك، ما تطوفش مني. تمام كده احنا ظبطنا الماده الشرعيه. يوميا مش هقول لك يوم ويوم لا، يوميا هتحل فقه حديث تفسير. انا بقول لك مثلا كده تاخد ال3 فروع، كل فرع تاخد لي 3 امتحانات منهم. وبالمناسبه امتحانات الشرعيه والله سهله، امتحان الفقه بيبقى فيه شويه شغل وقسما بالله سهل. وتاكد لي على المواريث، دكاتره مواريث سهله، ركزوا فيها بالله عليكم. والعربي كذلك قلت لك هتاخد من كل فرع 3 امتحانات. هنقسم يومنا ازاي يا عبد الرحمن؟ هنقسم يومنا فترتين.
فتره صباحي وفتره مسائي. طب هنعملها ازاي؟ يوميا هنصحى الفجر، مفيش خلاص اللي كنت بقوله لكم اللي انت عايز تصحى الساعه 7، عايز تصحى الساعه 6، عايز تصحى الساعه 8، لا، هتصحوا الساعه كام؟ الفجر. يوميا هتصلوا الفجر، هتبداوا من بكره او المفروض من النهارده، بس الفيديو او ما تسمع الفيديو ابدا من اليوم ده. تمام؟ هتبداوا الساعه 7. طب هنعملوا ايه يا عبد الرحمن؟ هتمسكوا صلاه الفجر وتقعدوا كده وتقراوا شويه قران وتسموا الله وتبداوا. ركزوا يا دكاتره بالذات الفتره دي بالله عليكم، والله الفتره دي لو ركزتوا فيها هتغير حياتك وممكن ترفعك 20% 30% على حسب تركيزك انت. ما تستهونش ان ده اسبوع، ما تستهونوش بجد. انا قسما بالله الاسبوع اللي قبل الامتحانات ده خدت مذاكره بكلمه مذاكره. فركزوا معايا بالله عليكم. هنعمل ايه يا ابو الرحمن؟ قلت لكم اهو الفتره الصباحيه اللي هي بعد الفجر، بعد ما تخلص صلاه الفجر هتعمل ايه؟ هتبدا تحل يعني انت تقوم مرتبها بقى. هتحل شرعي الاول ولا عربي الاول؟ ما تنساش القران، انت كده كده بتبدا بيه. ركز معايا، انت كده كده بتبدا بالقران. هتحل شرعي الاول يا اما ايه؟ يا اما عربي الاول. طيب تمام يا ابو الرحمن كده فهمت. اخلص امتحانات شرعي وعربي. وعلى فكره كتر الامتحانات بتتكرر والاسئله بالذات عندنا في الازهر بتتكرر، وانا ازهري وفاهم انا بقول ايه. تمام يا دكاتره؟ بعد ما تخلص من كل فرع 3 امتحانات هتبدا ان شاء الله ياخدوا منك ساعتين. ساعتين والله ياخدوا ساعتين. طب خدوا 3 خدوا 4 يا عم ماشي، بس ياما. امتحان الحديث مش هياخد منك وقت كتير، امتحان التفسير مش هياخد منك وقت كتير، امتحان الفقه مش هياخد منك وقت كتير. تمام؟ ركزوا يا دكاتره بالله عليكم، انا واثق فيكم والله. انا قلت لازم اعمل لكم الفيديو ده لان ناس كتير طلبته مني فانتوا محتاجينه، فانا قلت والله ما هغير الا لما اعمل لكم الفيديو ده. تمام؟ المواد الثقافيه هنعمل ايه فيها يا عبد الرحمن؟ الثقافيه سهله جدا، هننظمها. هنخلص في اليوم ممكن نخلص ماده. يا عم هنعملها ازاي؟ يا حبيبي انت مراجع وعامل كل حاجه قبل كده، قول لي هتعملها ازاي؟ بالله عليكم ركزوا بقى. عايزك تضغط على نفسك الفتره دي عشان خاطرك يا ابني، عشان خاطر تفرح، عشان خاطر تفرح اهلك. خلاص كلها اسبوع وباي باي ثانويه. مفيش ثانويه، مفيش ضغط مذاكره، مفيش توتر، مفيش قرف، مفيش ارهاق، مفيش نوم بدري، قصدي مفيش صحيان بدري، مفيش. خلاص عايزك تضغط نفسك الاسبوع ده، بعد كده نقول فركش. طلاب ثالثه ثانوي ازهر فركش، وكذلك العام داخلين بعدكم حوالي يوم 20/6. فركز، استغل الفتره دي صح يا ابني. هنعمل لكم جدول، انتوا مثلا معاكم جدول، انا مش هشتتكم، خليكم ماشيين زي ما انتوا، بس اهم حاجه تركزوا. انا اعمل لكم جدول، هنخلص مثلا الفيزياء وهنحل عليها في اليوم، تاني يوم هنخلصوا ماده وماده ثانيه وهنحلوا عليها. ايه ده يا عبد الرحمن؟ احنا كل يوم هنحل؟ انت كل يوم بتحل، انت اوريدي بتحل، بس هخليك تحل اكتر في الماده اللي انت فاهمها، ما تضيعش فيها وقت وحل فيها. استغل. طب انا حاسس ان انا مثلا في حاجات واقعه مني، حل يا بابا، ما ترجعليش للشرح، حل. الحل ده هيفهمك، والحل ده غلطت في دي مش مهم، اغلط دلوقتي بس هتعرف، بس لو غلطت فيها تاني لا انت كده غلط، انت كده ماشي مستوى مش كويس. كل يوم هتخلص مواد شرعيه زائد مواد ثقافيه اذا كان علم علوم او علم رياضه. والماده يعني علم علوم والله كويس جدا، وعلم رياضه كويس جدا لو انت فهمت، ولا انت عايز تعمل هتعمل. تمام كده؟ انت فهمت هتعمل ايه؟ معلكش حجه، قسما بالله قسما بالله قسما بالله حلفت 3 قسم. لو استغليت الاسبوع ده صح وسمعت كلامي لا ينقلك نقله ثانيه. حتى لو انت كنت مضيع، حتى لو انت ما كنتش قادر، وحتى لو انت كان عليك ضغوطات، وحتى لو انت كان عليك ظروف صحيه، يعني اللي كتير كان بيقول انا كنت تعبان وانا كنت مأجل وانا هتقدر. الفتره دي يا شباب او يا بنات اهم فتره في حياتك. ما توترنيش، لا مش هبوترك، انا بفوقك. خلاص لو عايز تفرح نفسك اضغط نفسك الشهر ده، الاسبوع ده. عايز تفرح اهلك اضغط نفسك الاسبوع ده. عايز تفرح اخواتك اضغط نفسك. عايزين يشوفوك قدوه اضغط نفسك. اضغط نفسك يا دكاتره، اضغطوا نفسكم. بابا الثانويه خلاص، وانا والله فرحان ان انا ما كنت موجود معاكم السنه دي. وان شاء الله بكره نتقابلوا مع بعض دكاتره، منكم الدكاتره ومنكم المهندسين، ونقعدوا مع بعض. والله قبل ما انسى، قبل ما اقفل الفيديو، القران يا عبد الرحمن اللي شافه بيجي ازاي؟ انا عايزك بس انت تراجع قرانك كويس جدا من الاول للصور،
اوائل الربع، ودي كلكم عارفينها. بس المره دي حاجه تانية غير، هتقعدوا قدام جهاز والله ولا فيها توتر ولا فيها حاجه. انا كنت زيك كده متوتر، بس انا دخلت رحت عامل له كده اهو، قال لي انت واثق من نفسك ليه كده؟ قلت له انا لازم واثق من نفسي. اغلب توترك بالضحك، اغلب توترك باي حاجه، دردش مع المدرس اللي قدامك، دردش. وعلى فكره الكمبيوتر بيختار اسئله سهله، انت لو قدامك شيخ بيختار ممكن يصعب عليك الاسئله، بالعكس عن الكمبيوتر اسئله سهله والله وبسيطه. وفي بيجي من اوائل الصور كتير ومن الاربع الصور، وفي نقط مثلا يقول لك ايه الايه دي في سوره ايه، الايه دي في سوره، والمواضع بتاعت الايات بتبقى معروفه، بتبقى مشهوره، فاهميني؟ فامتحان الشفوي والقران سهل جدا. عايزك تركز على اوائل الصور، ركز على اوائل الاربع، خد الربع مثلا 3 4 5 آيات 6 آيات بعديه، كل ربع كذلك، اوائل الصور كذلك. شوف الامتحانات السنوات السابقه التحريري كانت جايه ازاي، والله هتلاقي نفس الكلام. وبيجي برضك فيها الايه، اذكر الايه دي في سوره ايه، الايه دي في سوره ايه، الايه دي في سوره ايه، دي مشهوره جدا ومواضع معروفه جدا. تمام يا دكاتره، مش هطول عليكم واعطيكم مهم. بالتوفيق لكل الدكاتره والمهندسين، وانا قبل ما في الفيديو انا فرحان جدا وواثق فيكم وانا عارف ان انتوا قدها. بالتوفيق يا دكاتره.